السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. جايبه لكم النهارده طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا للكيك. هتطلع هشة جدا وطرية ولونها ابيض زي ما انتوا شايفين كده. هي كيكة الزبادي حلوة قوي قوي، عايزاكم تعتمدوها على طول في وصفاتكم، لانها سهلة جدا وطرية جدا وطعمها في منتهى الجمال. طبعا هنحتاجها دايما لما نكون عايزين نفطر مش لاقيين حاجة نفطرها، فانا دايما بعملها ما بتاخدش معايا بالظبط اقل من 10 دقايق بالظبط. عملها كله ما بياخدش ربع ساعة علشان تشوفوا الجمال ده كله. انا كمان عايزة اقول لكم ان هي لسه سخنة، ده بالعكس لما بتبرد بتبقى حاجة في منتهى الجمال. سهلة وخفيفة ومكوناتها كلها في البيت، وطراوة وهشاشة تحفة جدا جدا، ومش هتكلفكم اي حاجة. عايزين تشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي؟ تعالوا معايا نشوف المكونات وشوفوا الطريقة بتاعتي علشان تعملوها وتعتمدوها على طول عندكم في البيت. اول حاجة عندي هنا المكونات كلها من البيت، سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. عندي هنا كوبايتين من الدقيق المنخولين. لازم تنخلوا الدقيق علشان وصفتنا تبقى سهلة، تبقى نتيجتها كويسة. عندي هنا كوباية من الزبادي، عندي 4 بيضات، عندي معلقة كبيرة من السمن، وعندي كوباية ونص سكر، وطبعا عندي الفانيليا 2 فانيليا، وعندي كيك شيف او بيكنج باودر زي ما انتوا عايزين. بس الكيك شيف حلو جدا جدا وبيخلي فعلا الكيك زي ما هو موجود كده، بيبقى افضل من البيكنج باودر. دي كده كل المكونات بتاعتنا. او مبدئيا كده هنحط الكيك شيف او البيكنج باودر على الدقيق، المكونات الجافه كده مع بعض كده، وهنسيبهم على جنب علشان نحط المكونات السايله. سهله جدا. وبصوا لو عندكم بنوته 15 16 سنه، لو عرفت الطريقه هتعملها على طول، مش محتاجه اي افتكاسات. الخلاط بتاعنا العادي جدا، مش لازم مضرب ولا اي حاجه صعبه. هحط فيها 4 بيضات، وهنحط عليهم 2 كيس من الفانيليا. عندك فانيليا سايله برضو مفيش فيها اي مشكله. عايزه اقول لكم ان كيكه الزبادي دي خفيفه جدا 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 وطعمها في منتهى الجمال. كل المكونات السايله هنحطها مع بعض في الخلاط. معلقه كبيره من السمن، عايزين تحطوا سمن بلدي تمام، عايزين تحطوا زبده برضو مفيش مشكله، بس بصراحه السمن بتدي طعم جميل وهشاشه حلوه قوي قوي. خلاص كده هحط كمان عندي هنا كوبايه الزبادي. بصوا اول حاجه انا ضربتهم الاول ضرب كويس قوي، وبعد ما ضربتهم البيض مع الفانيليا هحط السكر وهحط الزبادي كله كده مع بعض. بس حاولوا كل مكونين تدخلوهم في بعض وتخلطوهم شويه عشان المكونات تندمج مع بعضها. خلاص طبعا انتوا عايزين تحطوا زبادي اللي هي الجاهزه دي مفيش مشكله، بس الزبادي دي بيبقى فيها قشطه بتدي طعم حلو قوي قوي. خلاص كده انا هضربهم ضرب كويس جدا جدا لغايه ما يتجانسوا. طيب البيكنج باودر مع كوبايتين الدقيق طبعا في البوله هنا، وهنزل عليهم بالخليط بتاعي كله كده، وهقلبه تقليب كويس قوي لغايه ما يندمج الدقيق مع الخلطه السايله دي، وهيطلع لنا عجين كيك ولا خفيف ولا تقيل. طبعا قبل ما اشتغل في اي حاجه في الكيك انا مشغله الفرن بتاعي مشغلاه، وعلشان الفرن بتاعنا يبقى سخن، وعلشان الكيك بتاعي ما يهبطش لازم مهم جدا الفرن يبقى شغال قبلها بوقت. يعني قبل ما ابدا اعمل اي حاجه في الوصفه اشغل الفرن بتاعي واجهزه، بحيث ان الفرن تبقى سخنه وما تاخدش وقت في العليان بتاع الكيك، وفي نفس الوقت ما تخليش الكيك طالع معايا هابط. مهم جدا ان انا اخلط كل المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تبقى عجينة سايلة وناعمة جدا جدا. طيب انا كده عندي هنا صينية مناسبة عندي كده، دي الوسطانية بتاعت بتاعت الطقم، فانا هحطها فيها. وزي ما قلت لكم الفرن عندي سخنة وجاهزة للكيك بتاعي. انا هنزل فيه كل الخليط زي ما انتم شايفين، الخليط بيوريه وناعم جدا جدا. كل المكونات
اتجانست مع بعض. عايزين تضربوا بالمضرب مفيش مشكله، بس انا بقول عشان الناس اللي ما عندهاش مضرب ما يبقاش فيه اي مشكله، الخلاط بتاعنا هيشتغل معانا. طبعا انا هدخلها الفرن هضربها ضربتين كده عشان ميبقاش فيها هوا، وهدخلها الفرن تلت ساعه بس، وهوطي عليها علشان تحمر من فوق. واول ما الجوانب بتاعتها تحمر طبعا هوطي عليها، وكل واحده والبوتاجاز بتاعها هي عارفاه بيشتغل ازاي وامتى توطي عليه وعالي او واطي. خلاص هدخله، واول ما تستوي هطلعها لكم. دي كده دخلتها وطلعت في منتهى الجمال. زي بصوا عليت ازاي وهشه جدا وطعمها في منتهى الجمال. انا عايزه اقول لكم ان الكيك ده افضل بكتير بكتير من اي وصفة كيك تاني. الزبادي بتدي اولا للكيك طعم وهشاشة وطراوة. اعتمدوها دايما لما ما يبقاش في عندكم مثلا او زهقتوا من الفطار. انا بعتمدها كده، زهقنا من الفطار فبروح عامله صينيه كيكه بالليل كده قبل ما انام واسيبها، نصحى الصبح نفطر وحاجه مغذيه. ولادك لو مش بيحبوا البيض هيحبوا البيض. زي ما انتم شايفين كده انا قطعتها، وزي ما قلت لكم هي سخنه لسه طالعه من الفرن. عشان كده لما تيجوا تقطعوها استنوها لما تهدى خالص خالص وبعد كده قطعوها. بصوا الجمال، بيضة جدا جدا، كمان اللون بتاعها بيبقى ابيض جدا من جوه زي ما انتوا شايفين كده، وطريه جدا هشه جدا. طعمها كمان مختلف، يعني طعمها تحس ان الزبادي برضو مدياله نكهه حلوه قوي قوي قوي، حلو قوي. كمان لو عندك ضيوف ممكن انتي وبتعملي الشاي كده تعملي صينيه كيك كده على بال ما تعملي الشاي. بجد سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه، ومكوناتها كلها موجوده في البيت، وحاجه حلوه لولادنا وناكلهم اكل صحي. ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. طبعا انا كنت عامله كيكه هنا قبل كده برضو في القناه، كيكه الحليب الساخن برضو حلوه جدا، اعتمدوها. كلها طرق كيك وفي الاخر كلها حاجه حلوه في بيتنا وما كلفتناش اي حاجه. طبعا يا ريت تدعموني لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.